ودلوقتي جه ميعادنا مع مناظرة جديدة من مناظرات برلمان الثورة، ومعانا النهارده 2 من المرشحين في إحدى الدوائر الساخنة التي تشهد صراعا على مقعد الفئات بدائرة الدقي وإمبابة والمهندسين. معانا النهارده في 90 دقيقة واحد من قيادات شباب ائتلاف الثورة المسؤول عن ملف الشهداء وأحد مؤسسي حزب التيار المصري اللي تم تأسيسه بعد 25 يناير، ويضم عدد كبير من شباب المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، وله نشاط اجتماعي كبير في الجيزة، هو الناشط المعروف عبد الرحمن هريدي. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك. عبد الرحمن هريدي من مواليد عام 1977، يعمل في إحدى شركات الاستثمار السياحي، وانشغل بالسياسة في سن مبكرة، حيث كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، كما كان إماما لعدد من مساجد الجمعية الشرعية. بعد ثورة 25 من يناير انضم هريدي لائتلاف شباب الثورة، وأصبح مسؤولا عن لجنة الشهداء والمفقودين ومسؤول التنسيق الأمني مع وزارة الداخلية، ثم شارك في تأسيس حزب التيار المصري. يخوض هريدي انتخابات مجلس الشعب باسم ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصري على مقعد الفئات الفردي بدائرة إمبابة والدقي والعجوزة. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور. معانا أيضا الطرف الثاني في هذه المناظرة، شاب من أقوى المرشحين المنافسين على هذه الدائرة وأحد الوجوه البارزة في أول انتخابات بعد الثورة. هو لديه رصيد عائلي كبير وخبرة بالوراثة في العمل السياسي، وهو في 30 من عمره، ويريد إثبات أن مصر لكل المصريين. خريج كلية الحقوق وأحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير. معانا المحامي الشاب أحمد مرتضى منصور. أهلا بك أحمد. أحمد مرتضى منصور محامي تخرج من كلية الحقوق عام 2004، دخل السياسة في سن مبكرة، فهو نجل المستشار مرتضى منصور، كما انضم للجمعية الوطنية للتغيير. بعد ثورة 25 من يناير تعرض منصور لاتهامات تتعلق بمواقفه من النظام السابق واشتراكه مع والده في موقعة الجمل، لكنه نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا. يخوض أحمد مرتضى منصور انتخابات مجلس الشعب كمستقل تحت شعار كلنا مصريين على مقعد الفئات الفردي بدائرة إمبابة والدقي والعجوزة. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور. اهلا بكم مره ثانيه. اسمحوا لي في البدايه اقول لكم المناظره بتتم ازاي. سوف يستعرض كل طرف في دقيقتين برنامجه ولماذا قرر خوض الانتخابات. هناك 6 اسئله لكل طرف، مده الاجابه على كل سؤال دقيقتين. بعد كل 3 اسئله في فرصه للتعقيب، ومده التعقيب دقيقتين. سؤال اخير من حق كل طرف ان يوجهه سؤالا للطرف الاخر حول قضيه عامه وليست خاصه، والإجابة في دقيقتين. في نهاية المناظرة هناك 2 دقيقتين لكل طرف يخاطب فيها المصريين والناخبين. ملحوظة أخيرة، من حق كل طرف طلب نقطة نظام أثناء حديث الطرف الآخر إذا خرج عن الموضوع أو تناول أمور شخصية. ونبدأ المناظرة. تحبوا حد فيكم يبدأ ولا نعمل قرعة عشان نختار؟ اتفضل عبد الرحمن. اتفضل. نعمل قرعة. اتفضل. تختار إيه؟ ملك أنا كمان. أنا بدأت. ملك كتاب. خلاص خليه هو الملك وأنا الكتاب. أوكي. ملك. الملك دايما يبتدي. تبدأ تكلم جمهورك في دقيقتين، تقول لماذا قررت خوض انتخابات البرلمانية عن هذه الدائرة. اتفضل. الحقيقة أحب أبدأ كلامي إن أنا بحيي الشعب المصري على إصراره في استكمال
مكتسبات الثورة المصرية، الثورة العظيمة اللي أثبتت نجاحها على مستوى العالم، واللي أنتجت الربيع العربي في العالم حوالين مننا. حتى وول ستريت كانوا بيهتفوا بيقولوا احنا مش أقل من المصريين حبا للوطن. تحية كمان لشهداء الثورة المصرية اللي أنتمي لأكبر عيلة فيهم بصفتي مسؤول ملف الشهداء على مستوى مصر، بما فيهم ال7 شهداء للجنود المصريين على الحدود المصرية في شهر رمضان. أحب أقول لهم إن ابنكم بيخوض التجربة الانتخابية لأول مرة بكل ثقة، كل دعم. إعادة مكتسبات الثورة للشارع المصري، أمان، حرية، عدالة اجتماعية، علشان نبني مصر ونشوف مصر الجديدة بخير. إن شاء الله هنكون قدها وهنبني البلد مع بعض، لأن لازم يتفتح مسار للشعب المصري إنه يتحرك ويشتغل في الشارع المصري. البرنامج السياسي بتاعنا اللي بنترشح من أجله علشان نفتح مسار للشعب المصري، مسار ديمقراطي، أمان فيما يخص الأمن تحديدا، حرية فيما يخص تعزيز الحريات في المجتمع المصري، عدالة اجتماعية، وهنسمع ده مع بعض إن شاء الله. أشكرك أستاذ أحمد. اتفضل كلمتين إلى ناخبيك، لماذا قررت خوض انتخابات البرلمانية عن هذه الدائرة؟ تمام. هو حضرتك طبعا حضرتك ابتديت البرومو اللي معمول عليا ان انا متهم في موقعة الجمل، فحضرتك اللي ابتديت موضوع شخصي هنتكلم فيه لسه دلوقتي. هنتكلم طبعا فيه انا باكد ان انا ما عملتش موقعة الجمل دي عبث. هنتكلم فيه دلوقتي. بس انا هعتبر ان ده ما جاش في البرومو اكني ما سمعتوش، وهبقى اتكلم فيه مع عمرو بيه يطلب مني. اتفضل. انا برنامجي باختصار ان كفايه مزايدات، كفايه انهيار للدوله المصريه. ثوره 25 يناير انا اول من شارك فيها. انا عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير مع الدكتور محمد البرادعي، مؤيد ليه في التغيير وليس في رئاسه الجمهوريه. اتشرف بان انا من الناس اللي نزلوا الميدان، والثوره ما ابتدتش في الميدان، الثوره كانت في كل مصر، كنا 20,000 واحد. هنعدي مرحله الثوره الحقيقيه مش في الميدان، الثوره الحقيقيه في قلوبنا وفي عقلنا، وفي ان القوانين تتغير ويحصل مكتسبات الثوره الحقيقيه، ان احنا ننفذ ثورتنا. لسه لغايه دلوقتي الثوره ما اتنفذتش. مكتسبات الثوره الحقيقيه لما الاقي بقينا قاعدين في دوله قانون. اول حاجه في برنامجي الانتخابي هو ان كلنا مصريين، سواء قبطي او مسلم، سلفي او اخوان، ليبرالي او وسطي، كلنا مصريين. انا نازل الانتخابات عشان اقول كلمه واحده بس، مش عشان انجح. ان شاء الله هنجح، لكن نجاحي الاهم ان انا الناس تحترمني، واقول ان كلنا مصريين. يجب ان نحترم بعضنا البعض، يجب ان نستمع لبعض. مصر محتاجه كل الطوائف اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي. اول برنامجي كلنا مصريين. تاني حاجه في برنامجي ان انا اعاهد الله ان اتعامل بضمير مع وان اتقي الله في الناس اللي هينتخبوني، لان دي اول مره الناس هي اللي هتنتخب. كان زمان ما تطلبوش من حد حاجه لان الحكومه هي اللي كانت بتجيبه. 3 في برنامجي اللي انا شايفه الاهميه القصوى في تطبيق العدل وارجاع سياده القانون للدوله المصريه وتطبيق القوانين بشكل في مساواه. اشكرك يا احمد، الوقت انتهى. السؤال الاول استاذ عبد الرحمن، ليه اخترت انك تترشح في دايره امبابه اللي بتنافس فيها عدد من وجوه الثوره ابرزهم عمرو عز والدكتور عمرو الشبكي؟ انت متهم بالرغبه في انتهاز فرصه الثوره لدخول البرلمان باي شكل، حتى لو كان على حساب زملاء الثوره. جايز البعض يشوف ان هم اكفأ منك. اتفضل. اولا انا من مواليد امبابه، واعتز ان انا من منطقه امبابه الشريفه الطاهره، ارض الرجوله والكرم والشجاعه. دي دايرتي اصلا، انا منها. انا رقم 44، تقدروا رقم 44 في الكشوفات. زميلي العزيز عمرو عز رقم 86، دكتور عمرو الشبكي رقم 116. الاثنين كانوا يعلموا تماما ان انا نازل في دايرتي الاساسيه. اشكرك الاستاذ احمد المرتضى، انت احد الاسماء التي وجهت اليها اتهامات في موقعة الجمل، ومع هذا قررت خوض اول انتخابات لبرلمان ما بعد الثوره. مش قلقان ان هذه الاتهامات وايضا معارك والدك السياسيه تقلل من فرصتك في النجاح؟ حضرتك اولا النجاح هو النجاح ان الناس تحترمك وتحبك. انا نازل اوصل فكر، انا مش نازل اتخانق عشان مجلس الشعب. عبد الرحمن يمثلني ويمكن افضل مني، دكتور عمرو الشبكي استاذي ويعلمني.
باشمهندس عمرو دراج استاذنا كلنا. مش مهم هتنتخب مين، المهم ان انت تنتخب وتتقي ربنا وانت بتنتخب. لكن انا وقتي ضاع ان انا بدافع عن نفسي في موقعة الجمل. لا، انا عايز استاذن حضرتك، انا متهم في موقعة الجمل اسما، انا لا يوجد اي دليل ضدي في موقعة الجمل، ولن اقبل اذا كان الوالد قبل مجرد اتهامه، فانا لن اقبل اصلا ان حد يتهمني، لان انا مواطن مصري شريف، عمري ما ربطتش حزام، لا انا بربط الحزام، فمش هقتل حد. انا نزلت مع الناس دي، حضرتك تقدر تراجع عمرو سلامه، انا من جايب صورتي هنا انا وعمرو سلامه في الميدان مع بعض، فمش ممكن ابقى مع الدراع اليمين بتاعت البيادعي في الثوره وفجاه اقرر ان انا اقتل الناس. لكن انا مش خايف طبعا، لان انا مش النجاح ده بتاع ربنا، ومتاكد ان شاء الله ان انا هنجح، لان انا عايز افيد بلدي، والاهم من ان انا افيد بلدي بقول لحضرتك انا مش هقبل ان بنتي واولادي يعيشوا في البلد بهذا العيشه اللي احنا عايشينها. احنا نسينا عيشه البني ادمين. انا عايز افيد بلدي، وانا ما عنديش برنامج بالشكل البرنامج، لان مش عايزين نقعد ننظر ونتكلم على الفاضي. معارك والدك السياسيه؟ معارك والدي السياسيه يعني في معارك لوالدي السياسيه، لكن المزايدات اشتغلت بعد الثوره زي ما كانت شغاله قبل الثوره. صدقني حضرتك الثوره ما فيش حاجه فيها تمت. الحزب الوطني زي ما كان في حزب وطني، في حزب دلوقتي بيؤدي نفس دور الحزب الوطني. زي ما كنا بنزايد، انا الوالد يوفط اتقطعت سنه 90 من امال عثمان، انا يوفط اتقطعت سنه 2011. نفس الناس اللي قطعوها هو نفس فكر الحزب الوطني. انا عمري ما كنت بنتمي للحزب الوطني، ومع ذلك قالوا عليا فلول. انا من مؤيدي البيادعي وقالوا عليا فلول. طب عايز اعرف انا فلول ازاي يعني؟ ما هو تعريف الفلول؟ انا عايز اعرف، ممكن حضرتك تجاوبني يا استاذ؟ اشكرك. استاذ عبد الرحمن، انت كنت عضوا بجماعه الاخوان المسلمين وانضميت لحزب التيار المصري وتركت الجماعه. هل انت شايف ان فكرها القديم لا يتفق مع افكار شباب الثوره؟ انا الحقيقه يعني اتعلمت في جماعه الاخوان المسلمين كتير، واتعلمت في الحي الشعبي الجميل امبابه كتير، وهو تحمل المسؤوليه والاعتماد على النفس. لكن انا الحقيقه حبيت انتمي لاكبر جماعه داخل مصر، هي الجماعه المصريه. فحبيت ان انا اشتغل مع الشارع، اشتغل مع الناس، اتحمل مسؤوليه استلام استاد القاهره بعد مباراه الزمالك والافريقي التونسي. استلمتها من وزير الداخليه علشان ننظم مباريات الدوري. استلمنا كمان المستشفيات العامه علشان نفعل دور الناس ونعزز من دور الشباب، وامنوا المستشفيات العامه بعد التنحي مباشره. وامنا كمان الدكتور عصام شرف وهو داخل الميدان بعد تنحي احمد شفيق، لاني مباشره بتعامل مع انا المنسق الامني لائتلاف شباب الثوره. واردنا ان نقيم حزب سياسي علشان يكون اداه سياسيه في ايد الشعب المصري يستخدمها في احتياجاته ورغباته. الحقيقه انا يعني كنت حريص ان الشعب بعد الثوره العظيمه محدش يزايد على اسلاميته او اتجاهاته. الشعب كله شعب عظيم ولازم يفعل في المرحله اللي جايه. ولذلك حزب التيار المصري هنلاقي فيه توجه اسلامي، هنلاقي فيه يساري، هنلاقي فيه ليبرالي، وهو ده النموذج اللي احنا خرجنا منه من ميدان التحرير كلنا ايد واحده. شكرا استاذ احمد مرتضى. انت قلت انك من مؤيدي الثوره وانك نزلت لميدان التحرير اكتر من مره. طب ليه كنت بتروح ميدان مصطفى محمود وهو الميدان اللي كان متهم بان المتظاهرين فيه هم من ابناء مبارك ومن جماعه اسفين يا ريس؟ حضرتك انا رحت ميدان مصطفى محمود زي ما الملايين راحت ميدان مصطفى محمود. كنا خايفين. الناس كانت، انا يهمني حسني مبارك كان يوم 28 الحمد لله انا والشباب اللي معايا مشينا حسني مبارك الرئيس السابق يوم 28، وكان الموضوع باين ان هو الراجل مش قاعد، كان الموضوع منتهي يوم 28. بعد كده دي مزايده، الراجل مشي يوم 28. زي اي شعب، زي الشعب المصري كله نزلنا الميدان تقريبا يوم 2. كان معايا مصر كلها، يعني عايز اقول كابتن حسن شحاته، ممدوح عباس، كابتن حازم امام، كابتن كل مصر، كل فنانين مصر، كل الشعب المصري، كان ناس كتير موجوده هناك زي ما كان في الميدان في ناس. انا نزلت الميدان قلت كلمه حق، ونزلت مصطفى محمود قلت كلمه حق. لم اهين الرئيس مبارك في ميدان التحرير، ولم امجد في الرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود. وانا اقول لحضرتك على حاجه، وده دوري كعضو مجلس الشعب، انا بقول امانه قدام الناس، انا هقول اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه زي ما والدي رباني. مفيش حد هيغير رايي، مش هزايد، مش هقول كلام اللي حضرتك الناس كلها بتقوله المخلوع ولا مش عارف ايه. الشهداء، انا محامي 37 شهيد. انا اول من قدم بلاغ
للشهيد سيد بلال اللي توفى تقريبا يوم 6 قبل 25 يناير. انا مش هزايد، انا نازل اخدم الشعب، نازل اخدم مصر، لان زي ما قلت لحضرتك انا برنامجي هو بنتي وبنت حضرتك وولادنا. الناس دي لازم تعيش حياه افضل من اللي انا عشتها. يمكن انا العقبه الوحيده اللي بتقف في طريقي دلوقتي اتهامي الاتهام العبيط ليا في موقعة الجمال. معلش انا هقول عبيط، كويس ان انا بقول عبيط، لان لما حضرتك يبقى في بني ادم شريف وتقول له انت خاين، فكويس ان هو يعني ما ينفعلش درجه ان هو يعمل حاجه ثانيه. فانا كده ماسك نفسي كويس جدا. اشكرك استاذ عبد الرحمن. اذا دخلت البرلمان بخلفيتك الاسلاميه المعروفه، هل ستؤيد ان تنفرد الاغلبيه الاسلاميه في وضع الدستور القائم؟ انا بدايه احب اقول ان انا ضد الاستقطاب الديني. انا ما احبش ان انا اتكلم عن او ازايد على اسلاميه الشعب المصري بكل طوائفه، المسيحيين والمسلمين. انا صديقي العزيز يوم التنحي ما كانش يوم 28 ولا حاجه، يوم التنحي ده كان موجود معايا مينا مايكل دانييل اللي يعرفه كويس. الحقيقه انا مع التنوع داخل البرلمان لتعزيز قيمه في البرلمان المصري. ده اول برلمان بعد الثوره المصريه. انا حابب ان يكون في تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والنقابات داخل لصياغه الدستور المصري، مش اتجاه واحد، لان البلد بطبيعتها متنوعه. مهم جدا كلنا او يمثل لصياغه الدستور جميع طوائف الشعب المصري، مهنيين، محامين، اطباء، صيادله، ممثلين، شعراء، باعه، بيئه، تعليم. كل الفرايتي ده او التنوع ده مطلوب لاعاده صياغه دستور يعبر ويعزز من كرامه الشعب المصري. اشكرك. السؤال الثالث استاذ احمد مرتضى، انت قلت انك عضو في الجمعيه الوطنيه للتغيير وانك من مؤيدي الدكتور البرادعي. اولا ليه بتأيد البرادعي؟ واذا اعلن والدك المستشار مرتضى منصور ترشحه للرئاسه امام البرادعي، لمن تعطي صوتك؟ لا، لمرتضى منصور. يعني لو دكتور محمد او مرتضى منصور، لا مرتضى منصور. لا، انا كنت مؤيد للدكتور محمد البرادعي في التغيير مش في الرئاسه. لكن ان شاء الله يمكن ينزل حد افضل من مرتضى منصور والبرادعي، لكن لو حضرتك بتقارن بين الاثنين يبقى مرتضى منصور. انا بستاذن حضرتك في حاجه. انا شايف ان استاذ عبد الرحمن ما شاء الله هو بيطرح برنامجه، وانا دايما متهم في خانه كده. فانا هبتدي اطرح برنامجي كويس. انا برنامجي باختصار زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه وحده مصر، مش عايزين نتفرق. زي ما استاذ عبد الرحمن يمكن هو بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله، يمكن بيقوله بشكل افضل. التنوع ده مطلوب. انا ضد الحزب الواحد زي الحزب الوطني ما كان موجود. انا عندي برنامجي بيتمثل في تشريعات محترمه. ان شاء الله دستور، نحط دستور عقد اجتماعي جديد للمصريين كلها تقدر تعيش في البلد دي. برنامجي دستور، قوانين محترمه مش مشبوهه. برنامجي عدل وصحه وتعليم بتفاصيله اللي كلنا عارفينها. حضرتك احنا عندنا يمكن امبابه، هو استاذ عبد الرحمن من امبابه. انا ابن امبابه وابن العجوزه وابن الدقي، مش ابن، لان انا ابن مصر. فمفيش حد، مصر محتاجانا كلنا، محتاجه عبد الرحمن ومحتاجاني. ان شاء الله باذن الله. انا يمكن الاضافه في برنامجي ان انا عايز اعمل كل حاجه بايدي، مش هسيب اي حاجه ما اعملهاش بايدي. وده يمكن خدناه من روح ثوره 25 يناير، ان احنا كنا واحده. انا برنامجي ان انا انزل الشباب، عايزين ندور على افكار غير تقليديه. حضرتك بتشوف الدول المتقدمه زي الامارات او تركيا، افكار غير تقليديه نقدر نعين بيها. احنا عندنا البطاله في امبابه لوحدها تتجاوز ال 40,000 مواطن. عايزين نلحق ان شاء الله في خلال ال5 سنين دي نحل مشاكل على قد ما نقدر. انا مش من انصار ان عضو مجلس الشعب ينزل اكثر من دوره. عايزين نحط حد اقصى لعضو مجلس الشعب ان هو ينزل فيه زي رئاسه الجمهوريه. اشكرك. اتفضل. ودلوقتي حق حضراتكم في التعقيب لمده دقيقتين لكل طرف على محاور المناظره، ونبدا بالاستاذ عبد الرحمن. اتفضل. مش عارف حسني مبارك رئيس المخلوع مشي يوم 28 يناير ازاي؟ فهل في معلومات ان هو سافر بره مصر في الوقت ده؟ ممكن احمد مرتضى منصور يقول لنا هو كان اقرب
للمعلومات. الحقيقه انا حريص جدا ما سفهش من اراء الناس. الاتهام من النيابه ما يتقالش عليه عبيط، فرجل يعزز من قمه القانون. مساله عاوز يعمل كل حاجه بايده. فين الشعب؟ احنا كده بنرجع لفكره الحزب الواحد. احنا عايزين نشتغل مع بعض، عايزين نفتح مسارات جديده للشعب المصري. ده هو ده الفكر اللي محتاجين، ان الشعب ده يتحول من مساحه الاعتماد على في نظريه الاداره على الوان مان شو. حضرتك هتعمل لنا ايه؟ لا، احنا عايزين نغير لغه الخطاب. هنعمل مع بعض ايه؟ هو ده النجاح. وانا اتمنى يعني اشوف ايه مين اللي ماشي يوم 28 وليه الاتهام عبيط. شكرا استاذ احمد. تعقيب في دقيقتين على الجزء الاول من المناظره قبل ان ناخد الجزء الثاني. يعني انا ارد على عبد الرحمن ولا اوجه؟ لا كما تريد. هو قال ده تعقيبه على الحوار. عبد الرحمن انا ما بعقبش على كلامه، لان هو كلامه راجل مصري مواطن مصري بيقول وجهه نظره في ازاي مصر تتغير للافضل ان شاء الله، وانا مش مختلف معاه كتير. بالنسبه للنقطه الاخيره تقريبا هو فهمني غلط. انا بقول ان انا اشتغل بايدي عشان اكون قدوه للشباب اللي زيي، ما يخافوش وينزلوا يشتغلوا معايا. لا انا معاك فعلا، احنا عايزين نغير الفكر ده، ويمكن ده برنامجي هبقى اديه لحضرتك تشوفه. واتشرف ببرنامج حضرتك مع اني قريته على النت. هنتكلم فيه دلوقتي. لكن بالنسبه لرحيل الرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، كان يوم 28. مش المخلوع من فضلك من فضلك ممنوع المقاطعه. اتفضل. ليه مش المخلوع؟ لانه هو عايز يسميه مخلوع، عايز يسميه مخلوع، يعني دي حريه. خلينا نقول من فضلكم يعني نقطه نظام من فضلكم. حاضر. اتفضل. يعني هسميه لو حضرتك عايزني اقول المخلوع اسميه، بس ده مش الاسم الصحيح. يعني هو لك تعقيب على الكلام اللي قاله عبد الرحمن فيما يخص الجزء انا الاول. يوم 28 الساعه 5 مشي حسني مبارك ومشي النظام كله، وباكد المعلومه دي، وحضرتك تقدر تسال كل اللي كانوا موجودين في الميدان، مع ان كان عددنا قليل جدا. يمكن انا ما اتشرفتش بناس كتير من اللي بيقولوا اللي كانوا في الميدان. انا مشيت من الميدان بدري عشان برضو ما في تعقيب على كلامه الاخر. لا الحاجه الثانيه معلش، دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لموقعه الجمل دي. بالتاكيد انا في برنامجي حاطط، انا عايز اعرف المتسبب الحقيقي في موقعه الجمل. المخابرات العامه والنيابه العامه عندهم الناس اللي عملوا موقعه الجمل يقدروا يقدموهم للمحاكمه. تعقيبي الوحيد هو اتهام سفيه، لان انا شريف ولن اقبل مجرد اتهامي. عبيط ولا سفيه؟ من فضلك من فضلكم والنيابه العامه من لم تتهمني. اتفضل. خلاص. وانا بطلب من النيابه العامه اللي هي اللي تقوم تدافع عن الحق، لان لا يوجد دليل واحد في القضيه ضدي، حتى الشهود ما عدا واحد بس كان قريب عبد الرحمن بركه عضو مجلس الشعب الحزب الوطني. انا معايا لو ينفع اوري لحضرتك، ما كانش اصلا موجود في القاهره، وبيقول ان انا كنت واقف اصلا ما بعملش حاجه. لكن ساتجاوز على نقطه. اشكرك. المده انتهت. السؤال الرابع. استاذ عبد الرحمن، انت عضو حزب التيار المصري متهم بان برنامجه بيشبه برنامج حزب العدل وحزب الوسط. يعني ايه التيار المصري وايه اللي بيميزه عن العدل والوسط؟ الحقيقه بيشرفني ان حزب التيار المصري هو حزب قائم على تعزيز دور المصريين. كويس. هو في اتجاه اسلامي يساري ليبرالي وسطي، باص ايديولوجي، هو عابر للايديولوجيات. احنا مش هنقعد ننظر مع الناس ونتكلم في ايديولوجيات. ده مش اتهام، انا شايفه دي حاجه ايجابيه، واي حزب بيقدم نموذج جديد ده شيء ايجابي. وما بعد الثوره دائما وابدا نجد فعاليات ونجد نظريات جديده. حزب التيار المصري حزب يعزز للتيار الرئيسي المصري، وده كان كتاب ونظريه للمستشار المحترم طارق البشري سنه 96. واحنا خدنا من النظريه دي اللي كانت بتميل اشبه لثوره 19. هو ان الحاله دي لما بتدرس هو ان الشعب المصري لما بيجتمع حوالين اهداف دون استقطاب خاص باتجاه معين او حزب معين، هو بيتجمع حوالين اهداف، ساعتها الشعب كله بيتحرك. وده اللي حصل لما حصل خلاف ما بين الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل وما بين الأحزاب الأخرى وما بين الجماعات الإسلامية اللي كانت موجودة ضد الاحتلال الإنجليزي. لما قام الوفد، مجموعة الوفد المتمثلة في سعد زغلول باشا، حط أهداف وإطار عام. ساعتها شفنا الفلاح خرج من مكانه، وشفنا الفلاحين في المنيا قاموا قطعوا طريق القطار، واضرابات في المصانع
وكانت ثورة عظيمة تشبه ثورة ميدان التحرير، هو التفاف الشعب حوالين الأهداف. فاحنا مركزين في حزب التيار المصري على الأهداف اللي تنقل مصر بعمقها الأفريقي وبعدها القومي لمرحلة جديدة. أستاذ أحمد، شعار حملتك الانتخابية كلنا بنحب مصر، هل أنت شايف إن في تيارات معينة ما بتحبش مصر وموقفك منهم إيه؟ لا، أنا شعار حملتي الانتخابية كلنا مصريين. لا، الناس كلها بتحب بعض الحمد لله، ولكن هي المشكلة إن حصل اختلاف، ممكن نسميه ايديولوجي بقى، ولا يعني في الافكار في المجتمع المصري بعد الثوره اصبح فيه مؤيد ومعارض، مع ان كلنا اول يوم 25 28 كنا مؤيدين للثوره. فانا اشعاري ده يعني حطه عشان اقول ان بننحي كل الخلافات جانبا، كل واحد ليه فكره يقول رايه وراي الاخر، ولكن في الاخر كلنا مصريين يجب ان نحترم بعضنا البعض. ولا مش شايف ان في تيار بيكره مصر، لكن في ان احنا محتاجين دلوقتي ان احنا الاول نبقى واحد ونعرف ان احنا واحد، وان الانتخابات دي تعدي على خير ان شاء الله، وده نجاح ان شاء الله، ان انا اخلي على الاقل ان الانتخابات عندنا في الدقي والعجوزه وامبابه تعدي على خير، والناس تنزل ويبقى فرح ان شاء الله. عبد الرحمن يكسب، دكتور عمرو، اي حد يكسب، في الاخر يبقى الناس انتخبت وقالت ارادتها. ولكن انا بتمنى ان اي حد ينجح. البرنامج بتاعي وبرنامج عبد الرحمن وبرنامج دكتور عمرو، كل البرامج توضع امام انظار من ينجح وينفذها، لان في الاخر انا بقول لحضرتك البلد دي بلدنا، بلد بنتي، هنفضل عايشين هنا، فلو سمحت انا عايز بنتي واولاد حضراتكم يعيشوا حياه افضل. اشكرك. السؤال الخامس استاذ عبد الرحمن، اذا اصبحت عضوا في البرلمان هتبطل تنزل ميدان التحرير وتسعى للتعبير عن ارائك تحت القبه فقط؟ ولو ثوار التحرير استمروا في تنظيم المليونيات وكانت اغلبيه البرلمان شايفه انها بتعطل الانتاج وضد الاستقرار، هتختار تكون ايه؟ برلماني ولا ثوري؟ هكون برلماني ثوري. ميدان التحرير هو اللي جمعنا، وهو السبب اللي النهارده انا واحمد مرتضى موجودين على الهوا بنتكلم في برامج سياسيه، بنتكلم بحريه. فلولا ميدان التحرير ما كناش واقفين النهارده في المكان ده. هي دي الحريه، ده ميلاد ومؤشر لميلاد دوله مصر الديمقراطيه. الامر الثاني، الشق الثاني في السؤال، حضرتك بتقول ايه؟ هتنزل ولا هتختار تكون تحت القبه نائب وتعترض على المليونيات؟ انا دايما في جزء حضرتك قلته تعطيل الانتاج. انا بس حابب اسال كل مواطن موجود قدامي دلوقتي واحنا موجودين في الاستوديو، في منتج قدامنا شايفينه مكتوب عليه صناعه مصريه وبنعتز بيه، اي انتاج واقف؟ تقدر تقول حضرتك مصالح؟ انا قلت لك اذا اغلبيه البرلمان شايفه انها بتعطل الانتاج وضد الاستقرار، هتختار تكون ايه؟ برلماني ولا ثوري؟ لا، هكون ثوري. برلماني. انا مؤمن بالثوره الديمقراطيه، هو علشان كده موجودين النهارده في انتخابات، نازلين نتكلم مع الناس، لان احنا بننتمي الى الشعب المصري. ميدان التحرير طالما اكتمل فيه مليونيه، اذا الشعب يريد، وكلمه الشعب يريد هي كلمه فوق الدستور مش فوق البرلمان. اذا اراد الشعب انه يشيل البرلمان، محدش كان يتخيل ابدا ان برلمان 2010 يتفض، محدش كان يتخيل ابدا ان احمد عز وفتحي سرور وصفوت الشريف وحسني مبارك نفسه وحبيب العدلي يكونوا مرميين في السجون، وجمال مبارك وغيره وكل انصارهم اللي كانوا موجودين في موقعة الجمل او في ميدان مصطفى محمود. محدش كان يتخيل ان الناس دي تتحاكم او تترمي في السجون. شكرا استاذ احمد مرتضى. انت قلت في برنامجك انك عاوز دستور يضمن المساواة والعدل لكل المصريين. ايه موقع الاقباط في هذا الدستور؟ ورأيك ايه في موقف السلفيين منهم؟ اولا انا بوجه احترامي الكامل للسلفيين، هم اكثر التيارات الاسلاميه احتراما عندي، والاخوان طبعا ليهم احترامهم، لكن السلفيين انا مش ضدهم، بالعكس هم موقفهم واضح وناس صرحه جدا. البلد دي بتاعت السلفيين وبتاعت الاقباط. موقفي الواضح في الدستور ان الاقباط ليهم مكان في البلد دي، لان دي بلدهم مش هنمشيهم، والمسلمين والسلفيين ليهم في البلد دي، لان البلد دي بتاعتنا احنا الاثنين. حضرتك عارف فكره احنا لو ناويين نعيش عيشه محترمه مع بعض لازم نحب بعض. الفكره ما بتبقاش بدستور ولا بقانون، الفكره بتبقى ضمير ورغبه في ان البلد دي تمشي،
الشرعيه، معلش انا عايز ارد على السؤال اللي حضرتك سالته له. الشرعيه مش شرعيه ميدان، الشرعيه شرعيه انتخاب. الشعب يريد في الصندوق. لا يوجد مليونيات اخرى ولن يسمح بمليونيات اخرى، لان مش لن يسمح بالعنف، ولكن المليونيات مش هتطلع تاني مليونيات، لان هتلاقي عبد الرحمن بيتكلم في مجلس الشعب بيقول اللي هم عايزينه، هيلاقوا احمد مرتضى، هيلاقوا الاخوان المسلمين، هيلاقوا كل ان شاء الله اللي نجحوا بيتكلموا باسمهم. فالشعب مش محتاج ان هو يطلع، الشعب كان بيطلع لان كان في ناس مزورين جوه مجلس الشعب. فانا بطمن عبد الرحمن ان شاء الله اما هو ينجح واللي زيه ينجحوا واللي زي ان شاء الله، هيبقى في صوت محترم عنده ضمير يتكلم باسم الناس، فالناس مش هتنزل تاني مليونير. شكرا استاذ عبد الرحمن. هل توافق على وضع متميز للمؤسسه العسكريه في الدستور وان تكون ميزانيه الجيش خارج رقابه ومحاسبه البرلمان؟ مفيش مؤسسه في الدوله فوق الدوله، مفيش مؤسسه في الدوله فوق الشعب. الشعب هو رقم واحد. حقيقه انا اتمنى ان نشوف في مصر في خلال ال10 سنين الجايين دوله بتتحول من دوله رئاسيه بس الى دوله رئاسه مختلطه، رئيس منتخب، رئيس وزراء منتخب، فوقيهم الشعب المصري. لما الاثنين دول بيختلفوا بيرجعوا لمجلس الشعب. لما مجلس الشعب ما يعرفش ياخد القرار بيستفتي الشعب. كده بنخلي الشعب رقم واحد. لما بنتحول اكتر سياسيا بعديه ب15 و20 سنه كمان، نقدر ساعتها نقول ان مصر تعدل من ماده معينه هي تحديد اطار الدوله، من تحول دوله رئاسيه مختلطه الى دوله برلمانيه تشكل الحكومه فيها مجموعه الاحزاب، سواء كانت ائتلافيه ساعتها او احزاب واخده اغلبيه. انا شايف ان ده المسار الطبيعي للتحول الديمقراطي، لكن ان يكون في مؤسسه داخل الدوله ليها السلطان. الفلوس بتاعت الجيش دي فلوس الشعب، افراد الجيش هم ابناء الشعب. ما ينفعش ابدا نخبي جزء عن الشعب المصري لان دي امواله. ما ينفعش اتعامل في صفقات سلاح او ما شابه ذلك وانا ما اعرفش انا السلاح ده بشتريه من مين. لازم الشعب يكون عارف. في ممثليه في اللجنه المنتخبه داخل البرلمان ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. اما الادعاء اللي بيقول ان احنا معلوماتنا هتبقى على العلن، البنتاجون الامريكي معلوماته على العلن. عايزين نتحول ونغير من ثقافتنا شويه، بلاش نفضل نخبي ونفضل نعلي في قيمه خادمين للدوله. الجيش المصري في الدستور، في نص الدستور، هو خادم شكرا الشعب. استاذ احمد مرتضى، ايه رايك في اداء المجلس العسكري حاليا، وهل تؤيد من يطالبونه بان يترك السلطه للمدنيين فورا؟ لا حضرتك، انا لا اؤيد الانتقال الفوري للسلطه للمدنيين. يعني مجبر اخاك لا بطل زي ما عبد الرحمن قال. احنا قدامنا طريق هم رسموه، انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات رئاسه الجمهوريه بعد وضع الدستور. انا موافق على الكلام ده لان حضرتك دلوقتي هي المؤسسه الوحيده اللي فاضله. انا عارف ان المجلس العسكري به ممثلين من النظام السابق، ولكن ليس معنى انه من النظام السابق انه كله فاسدين او به فاسدين. المجلس العسكري بأيده في بعض المواقف بالتاكيد، له مواقف محترمه جدا، ولا أؤيده في البعض الاخر، ولكن في الاخر احنا في مركب واحد، ملناش طريق نعديه غير كده. ما اقدرش اشيل المجلس العسكري دلوقتي. هجيب مين؟ هجيب الثوار؟ طب استاذ عبد الرحمن من الثوار. يشرفني ان انا اكون موجود ومدي ايدي للشعب. ارجو عدم التعقيب من فضلكم. لازم انقله النقله دي. تمام يا فندم، هقول لازم من فضلكم نلتزم بقواعد المناظره. اتفضل. انا مش معترض، هو بيقول كلام. الثوار دول هم اللي جابوا المجلس العسكري. وقتك ثانيه واحده، في وقتك لو سمحت. اتفضل. طب ما انا من الثوار. من هو من من فضلك او سمحت، ارجوك لو سمحت. من سيحدد من السائر ولا من ليس السائر؟ انا من الثوار، وممكن اقول على الاستاذ عبد الرحمن دلوقتي فلول. هو ايش عرفه وايش عرفني؟ فلول الاخوان. انما الاعمال بالنيات. صحيح ولا لا؟ من فضلكم مفيش تساؤلات. اتفضل قول ردك خلال المده الزمنيه بتاعتك. ما تقدرش دلوقتي تشكك في وطنيه حد. انا ما اقدرش اشكك في وطنيه عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن يقدر يشكك في وطنيتي. المجلس العسكري له دور مؤقت، وعلى ما اعتقد بعد اللي هو شافه مع مبارك، لا هو اللي عايز يسيب السلطه ويمشي، وانا متاكد ان هو يمشي ويسيب السلطه في اسرع وقت. انا مع المليونيه اللي تمت عشان الانتخابات الرئاسيه، ولا كنت افضل انها تكون بعد انتخابات مجلس الشعب، لان ما كانش ليها دور في الوقت ده، غير ان في 30 شهيد ماتوا بس تقريبا او 18 مع 44 44 شهيد.
فالمجلس العسكري دوره زي اي مؤسسه قابل للانتقاد، ولكن هذا هو الطريق الوحيد. اشكرك، وقتك انتهى. من حق حضراتكم دلوقتي تعقيب تاني لمده 3 دقائق، ونبدا بالاستاذ عبد الرحمن ثم الاستاذ احمد، وده قبل تبادل الاسئله. اتفضل تعقيب ثم تعقيب الاستاذ احمد، اتفضل. طب احنا مش هنتكلم في البرنامج، مش هنتكلم في البرنامج السياسي. تعقيب اتكلم في اللي انت عايزه. طيب انا حريص الحقيقه ان انا استغل الوقت ده واتكلم مع جمهوري مباشره عن البرنامج السياسي امان حريه عداله اجتماعيه. مفيش كلمه خوف هتتقال تاني، اتكررت كلمه خوف حوالي 4 مرات من احمد مرتضى منصور. مفيش كلمه خوف، خلاص الكلمه دي شلناها من القاموس بتاعنا. محتاجين نتعامل مع الموضوع بشويه فكر وشويه اداء عالي شويه. انا محتاج الامان هو الثمره بتاعت الامن. وزاره الداخليه ليها ادوار محدده، وده البرنامج اللي انا نازل عشانه. وزاره الداخليه بتأدي 80% مش من ادوارها. مهم جدا تعمل 3 ادوار عشان تحقق الامان، هو الامن الجنائي، حفظ المنشآت، تنظيم المرور، ما لهمش دور رابع. وزاره الداخليه بتنظم رحلات الحج وده مش دورها. وزاره الداخليه بتستخرج حضرتك منها البطاقه الشخصيه وشهاده الميلاد، وده دور وزاره العدل، مصلحه الاحوال المدنيه، ده في الهيكل بتاع الدوله. وزاره الداخليه فيها مباحث الاموال العامه، ده مش دورها، دي سلطه تنفيذيه، ده دور وزاره الماليه. وزاره الداخليه كمان بتطلع جوازات السفر، ده مش دورها لانها داخليه، ده دور وزاره الخارجيه. يبقى في ممثلين منهم لكن ده مش دورها الاساسي. اذا هم بيقوموا بادوار مش من ادوارهم الحقيقيه علشان الخوف على اولاد الاستاذ احمد. انا بتكلم عن الشعب المصري كله علشان نجيب استثمار ويبقى في تعليم ويبقى في اقتصاد واضح. تفعيل دور النجدة في الامن الجنائي. تاني حاجه حفظ المنشآت الهامه. تالت حاجه تنظيم المرور ووضع خطط مروريه، لان اي دوله فيها عجز في المواصلات والاتصالات مش هيقوم عليها استثمار ولا انتاج. الثوار ما بيعطلوش الاستثمار او الانتاج. تاني حاجه الحريه، حريه الراي، حريه التعبير. بس في حريه راشده كمان وحريه مسؤوله. في مهن ملهاش ظهر في البلد. خليني اتكلم بشكل بسيط. السباك، النقاش، اللي بيشتغل في البناء، طائفه المعمار، وده عددهم في الدايره بتاعتي في امبابه وارض اللواء وميت عقبه وعزبه المطار 1,200,000 مواطن. اصحاب ورش سمكري ودوكو ونقاش، الناس دي محدش فكر فيها في يوم من الايام. لو السباك وقع من المنور وجاله شلل نصفي، مين هيصرف على عياله؟ مين هيقف جنبه وهيتعالج فين؟ في ظل الحريات ننشئ النقابات الحره لاصحاب المصالح المشتركه من الحرفيين وبفلوسهم مش بفلوس الدوله. 1,200,000 مواطن، هنقول مليون بس علشان نظبط ارقام مظبوطه. 50 قرش في اليوم، ساعتها يقدر يتعالج في دار الفؤاد من كل مواطن. 50 قرش في الشهر 15 جنيه، يعني في السنه 165 جنيه. شكرا جزيلا. في مليون مواطن 165 شكرا جزيلا. استاذ احمد 3 دقائق، اتفضل تعقب فيهم. حضرتك برضه انا هستغل الوقت في ان انا اقول برنامجي لان انا ما قلتوش. زي ما قلت لحضراتكم، انا شايف ان مشكله مصر تتمثل في العداله، سواء العداله الاجتماعيه او العداله القانونيه. محاكم محترمه، منظومه قضائيه محترمه مكونه من القاضي والمحامي وضابط الشرطه، كل يؤدي دوره. مع تعليم حقيقي، تعليم ما بيتاجرش باولادنا، دروس خصوصيه، والراجل بدل ما بيدفعش فلوس تقول له تعليم مجاني، وهو في الحقيقه مش تعليم مجاني، لا بيدفع دروس خصوصيه بتبقى اكثر من مجانيه التعليم. مع مستشفى حقيقيه تعالج، فيها دكاتره فعلا بيعالجوا مش دكاتره ما بيعالجوش، فيها بني ادم بيخش بيحترم ادميته، مستشفى ما تلاقيش حضرتك ملوثه. خلاص، انا مع قانون معاشات محترم جديد يؤمن المعاشات للناس الكبار في السن والتامينات. النقطه الاخيره وشايف اللي هي الاهم اللي الاستاذ عبد الرحمن قال عليها، ان هو ان انا هشتغل بايدي، ساكون عضو مجلس الشعب عارف دوره التشريعي وعارف دوره الرقابي، وعن طريق دور الرقابي ده اقدر ادي الخدمات، ان الشوارع تبقى مرصوفه والناس تشتغل، والخطه الاستثمار للدوله، وازاي هم عملوا قوانين محترمه تنمي الاستثمار في مصر. انا مع الحريه زي ما استاذ عبد الرحمن قال، والعدل والمساواه،
الفرق بيني وبين الاستاذ عبد الرحمن هو الاسلوب وازاي هنغير، لكن هو نيته حسنه وانا نيتي حسنه. انا بقول للناس انتخبوا اي حد. كلنا عارفين مشاكل مصر اللي هو اتكلم عليه، مشاكل المطار عندنا في امبابه، مطار كبير جدا، ارض واسعه مش عارفين يستغلوها، نعمل فيها ايه؟ دي اعتقد ان هي حل المشاكل منطقه المطار. عندنا في سوق السيراميك في بلوك 102 الميه البني ادمين بيناموا في الميه تحت البدروم، واستاذ عبد الرحمن ادرى بامبابه اكتر مني. انا ساكن هناك. ما انا بقول حضرتك ادرى مني اكيد، لكن المهم نبتدي، انا ابتدي او هو يبتدي، المهم نبتدي. انا ساتجاوز دايما عن الاستاذ عبد الرحمن لما بيقول لي موقعة الجمل، لان انا زي ما قلت لحضرتك هو اصلا لا يجوز لي اتهامي زي ايه هو قال. انا بقول له انت فلول، فقال لي انا من الاخوان المسلمين، فانا لا بقول انا فلول الاخوان. انا لو ازاي عايز فلول تسميني وانا فلول. ابن مرتضى منصور اللي وقف ضد زكريا عزمي وضد احمد عز وضد احمد نظيف واتسجن كتير جدا زي ما الاخوان المسلمين اتسجنوا. مرتضى منصور وقف جنب خيرت الشاطر لو حضرتك ما تعرفش. بس ما حدش بيشتم فيهم. لا ناس محترمين بالتاكيد، ناس محترمين. لا وانا والدي ما حدش بيشتم فيه، والدي راجل محترم. من إخواننا ما فضلكم بيتلفظوش من فضلكم بالشتيمة من خارجة. فضلكم اتفضل. يعني كمل. بص حضرتك، هو المشكله اصل انا ما يفرقش معايا مجلس الشعب قوي، انا لازم اخدم الناس خلاص. وكفايه مزايدات، لان مصر دي بتاعتي وبتاعتك. انا مصر ابويا اتحبس، انت تقريبا ما شفتش السجن. انا اتحبست. انا رحت شفت المزرعه ده من وانا عيل صغير كده لحد ما كبرت. حضرتك يمكن اتحبست يومين ثلاثه، وربنا ما يحبسك تاني ان شاء الله. احنا في دوله حريه وعداله. شكرا. عايزين مصر والان تتغير. وقت تبادل الاسئله. استاذ عبد الرحمن يوجه سؤال للاستاذ احمد وبالعكس. وقت الاجابه بعد اذن حضراتكم دقيقتين. اتفضل استاذ عبد الرحمن. الرصيد السياسي عند احمد مرتضى منصور ايه؟ احنا ما سمعناش عنه غير، او الناس ما بتسمعش عنه غير ميدان مصطفى محمود. ايه قبل كده وايه قبل البرادعي؟ هل كان في رصيد سياسي؟ انا عايز اسال سؤال تاني. ناس كتير بتسال القضيه المشهوره الخاصه بموقعة الجمل برضو دي وصلت لحد فين دلوقتي؟ خاصه ان في ناس بتقول ان في اتهام من النيابه بالضبط والاحضار. شكرا. اتفضل استاذ احمد. يعني برضه حضرتك حطيتني في حته الجمل دي، وانا مش هاممني. بقول لحضرتك انا هحبس اللي اتهمني بموقعة الجمل، اوعده لن اتركه. من اتهمني بموقعة الجمل، النيابه هتتحبس؟ من اتهمني أنت سألت بموقعة السؤال. الجمل ساحبسه ولن اتركه، لاني انا اشرف منه. هو ممكن يكون غلط في حياته، وانا الحمد لله ما غلطتش، واحنا جبنا ورق. هو طلع راجل مزور يعني. ان شاء الله انا عشان ما فيش مجال استاذ عمرو خانقني كده دقيقتين، وانا ابن مرتضى منصور عارف عندي كلام كتير يعني. ابويا الحمد لله بتشرف بيه لانه كان راجل، وحضرتك كنت لسه قاعد صغير كده. انا مش عيل. لا حضرتك دلوقتي راجل عمري ما كنت محترم. عيل. انت يا ريتك من تبقى زي فضلكم مرتضى منصور. ممنوع التشابك يا ريتك بالكلمات. تبقى زي مرتضى من منصور. فضلكم يا ريتك تبقى زي استاذ مرتضى احمد منصور. استاذ عبد الرحمن. وانا يشرفني ان ابويا من فضلكم مش عايز تعتمد على موقعة يا أستاذ عبد الجمل الرحمن. دي، موقعة الجمل دي. اتفضل. لا انا الحمد عمري لله ما قلت أنا أبو يمين. انا برضو لا انا محامي. لا أنا ما حضرتك ما قلتش أنا تشرفش أبو انت يمين. محامي. من فضلكم أنت ما نلتزم تشرفش إن أنت بقواعد محامي. المناظره أبويا والا عظيم. انهي المناظره. بس من ما قلتش فضلكم أنا أبويا استاذ مين. عبد ابوك راجل الرحمن. محترم أستاذ وانا أحمد. بعتبره لانه راجل محترم. لأنه اتفضل. رباني وعلمني على وعلمني ازاي اكون راجل، وعلمني انزل الميدان واقول لحضرتك اذا كنت انت بتقول ان انت سائر فانت لست سائر أنت حق، فكرتني لانك بمرتضى تهين منصور. الاخرين. اسمعني بس. فكرتني انا من بمرتضى. فضلك يا استاذ عبد الرحمن هضطر انهي مناظره. هضطر انهي مناظره. نقطه نظام. نقطة نظام. حضرتك اتفضل. انت جايبني تقول لي اتفضل. جمل. اتفضل. جمل القاضي ده انا هحبسه. اتفضل. القاضي اللي رد اتهمني في مدتك. موقعة اتفضل الجمل، يلا. انا بوعد الناس ان انا هحبسه لانه طلع مدخل ابنه النيابة بالتزوير. لا يوجد سمة دليل ضدي. يا شعب مصر انا ان شاء الله باذن الله هنجح او هسقط. عايز حضرتك بس تخاف على البلد، وعايز حضرتك ما تولعش وزاره انا بس الداخلية مش تاني هسيب عشان كده دم عيب. الشهداء لحظة. دم يهدر. الشهداء انا اللي اللي هجيبه. تسبب من في فضلك دم الشهداء يا استاذ عبد الرحمن إن شاء الله نلتزم. بإذن ليه في الله. تعقيب تاني بس كل أنا واحد عايز من أقول فضلكم لحضرتك حاجة. نلتزم أنت اللي بالقواعد. قتلت خليكم الشهداء. متحضرين. اتفضل يا استاذ حضرتك احمد اللي كمل. قتلت الشهداء. ده اتهام وأنت على الهواء. الفلول. انا بتهم حضرتك أنت ان انت راجل اللي قتلت قانون. الشهداء. وحضرتك بتتهمني ان انا اللي قتلت انا ما الشهداء. اتهمكش. انا بردد كلام الناس. بص حضرتك كلام بقول لك الناس يا أستاذ عبد الرحمن. شعب بقول مصر لك الناس محترم وزهق بتقول. من اللي حضرتك بتقوله ده بصراحه، واحنا عايزين انت بتقول نشتغل. قاضي مزور. الاجابه حضرتك انتهت. القاضي السؤال انتهى. المزور. سؤال من الاستاذ زور احمد. من استاذ عبد زور الرحمن سلطة القضاء. من فضلكم اتهم من القاضي. فضلكم القضاء شرفاء. يا استاذ احمد. يا استاذ عبد شعب الرحمن. مصر يا شريف. استاذ احمد. حضرتك كفايه استاذ مزايدات. احمد من انتوا فضلك. خرجتوا البلد. استاذ احمد مبارك الحمد لله. هضطر انهي المناظره اذا استمريتوا انتوا الاثنين. من فضلك سؤالك يا استاذ عبد الرحمن. اتفضل. مش عايز اساله على ايه؟ ما انا ما اسأله اعرفوش والإجابة أصلاً. بدقيقتين. انا ما اتفضل. اعرفوش. هو راجل محترم محامي اتفضل. محترم سؤال يشرفني وعلى والإجابة راسي. دقيقتين لو سمحت. ما اعرفوش وانا ما اعرفش برنامجه والله. واعتذر للقاضي قاضي التحقيق في قضيه من موقعة حقنا
الجمل اتهمني بصفتي مدير الحوار، بصفتي مدير الحوار انا بعتذر، بصفتي مدير الحوار انت تقول وانا اعتذر. اتفضل. اتهمني ساحبسه لانه اتهم على مسؤوليتك هذا الكلام. ابويا كان راجل محترم على مسؤوليتك زي ما استاذ عبد الرحمن. استاذ احمد على مسؤوليتك، نحن نجل قضائنا ونحترمهم. انت راجل محترم. سؤالك يا استاذ عبد خلينا الرحمن، نحترم بعض. عيب ان انت تفضل تقول لي سؤالك استاذ احمد، سؤالك انا اللي بقول دي النيابه يا استاذ احمد، سؤالك هضطر انهي المناظره. سؤالك ليه؟ اتفضل. هساله اقول له ايه؟ ما اعرفوش والله يا استاذ عبد الرحمن، اول مره اتشرف بيه. اساله اتفضل. مش عايز اساله برنامج وهدوء ممكن اكمل. لو انا نجحت لا بإذن سؤاله لو انا نجحت باذن الله هطبق جزء كبير من برنامجه، لان ده برنامج محترم، وهطبق برامج الناس كلها. وانا بقول للناس للي مش هينتخبني، عندكم دكتور عمرو الشبكي محترم، دكتور عمرو دراج، عبد الرحمن محترم، المهم تنزلوا وتنتخبوا. لو انتم مصدقين الكلام العبثي اللي الاستاذ عبد الرحمن بيقوله بتاع النيابه بتتهمني، لا النيابه لم تتهمني. وليه الفاظ دايما خارجه عندكم؟ ليه حضرتك؟ هو عبثي. ليه عبثي يعني؟ والان كل واحد من حقه يكلم جمهوره من الناخبين في حدود دقيقتين يقول له برنامجه الانتخابي ايه. اتفضلوا استاذ عبد الرحمن، اتفضل. ثم استاذ احمد. من الواضح ان في فرق كبير في الثقافه في التعامل مع الثوار. يا استاذ ما فيش حاجه اسمها ثوار، انت مصدق؟ انا بتكلم مع الجمهور. احنا نزلنا الميدان يا استاذ، احنا كنا 20,000 واحد، انا ما شفتكش. نقطة نظام يا احمد. علاء الاسواني كان في الميدان. نقطة نظام يا احمد. نقطة نظام يا احمد. استاذ عبد الرحمن، استاذ احمد، استاذ عبد الرحمن، استاذ احمد من فضلك يا جماعة ارجوكم. يا استاذ عبد الرحمن، يا استاذ احمد، خلينا متحضرين في المناظرة يا جماعة. شفت لما ابويا اتحبس يا استاذ احمد، يا استاذ عبد الرحمن، قال له 3 سنين حبس انت كنت يا استاذ احمد. يا اخي كفايه مزايدات. لما جدتي اتضربت بالنار من عند الدوله، الناس دي دايما كده بيقطعونا عن اهلنا. عايز اكلم جمهوري يا بيه. جمهورك هو جمهوري، جمهوري هو شعب مصر، وجمهورك هو شعب مصر. استاذ عمرو، احترم خصمك حتى تكون بني ادم يحترمك الاخرين. استاذ احمد هخليك تتكلم بعديه على طول. استاذ احمد هتاخد حقك في الكلام، اتفضل. استاذ عمرو ما يتنيش ارجو ان الكلام بتاع حضرتك يكون استاذ عمرو. حاضر. انا بقول لحضرتك تاني، اللي هيتهمني بص على حضرتك، يوفطي اتقطعت، انا فلوسي مش حرام. ده من حقك، الاعتراض مقبول. انا فلوسي مش حرام، انا لازم اخدم الناس. اذا كان الناس عايزه البرنامج الانتخابي فتختار بني ادم محترم، انا او هو. لكن هو يفضل يتهمني موقع الجمل وفلول والكلام الغريب ده. يا باشا اقول لك، انت عايز اقول لك نفس الكلام بعد كلام. لقد قتلوا الشهداء مليون واحد. الشهداء ماتوا، انتوا ضيعتوا حق الشهداء. يا استاذ احمد، يا استاذ عمرو، انا مش هسكت. انتوا ضيعتوا حق الشهداء، انتوا ضيعتوا حق الشهداء يا اخي. يا اخي اتق الله، انتوا ولعتوا في البلد، انتوا ولعتوا في وزاره الداخليه. يا اخي كفايه، ده طلعت عليها المهدي قلعت هدومها. يا اخي خلي المصريين الوسطيين فعلا يعيشوا. يا اخي اتق الله واسمع كلام الاخوان المسلمين. شوف المرشد العام للاخوان المسلمين، شوف حسن البنا كان بيقول ايه. يا اخي الاخوان المسلمين بتتبرأ من كل اتهام ومزايده انت بتتهمها. يا اخي اتق الله. طيب ارجوكم نعود الى المناظره. اتق الله يجعل له مخرجا. لك دقيقتين، اتفضل. لا مش هسيبه يقول دقيقتين يقعد يقول جمل وكلام. لا مش هسيب. انت ليك دقيقتين يا استاذ احمد. هو انت جايبني البرنامج ده عشان اقعد اقول انا متهم في موقع الجمل؟ انا جزمتي اشرف ممن اتهمني. حضرتك لن يقبل. انا مضطر ان انا انهي هذه المناظره. انا شريف وابويا شريف. تم الانتهاء من هذه المناظره. انتهت المناظره. طب ما حضرتك كنت فلول، ينفع اقول لك كده؟ حضرتك كنت فلول، هذا غير مقبول. تم انهاء كفايه المناظره. مزايدات على بعض. كل مصر كانت بتعيش